في حادث بيحصل لاول مره. النهارده خبر عايزك معلش كمل معايا الفيديو يا عم دقيقتين ثلاثه وما عجبكش الكلام بقلب. بس قبل ما ابدا وزي ما عودتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده على قهوه الزمالكاويه في كلام كتير عايزين نقوله بمناسبه ماتش الاهلي والمصري البورسعيدي بكره. بس قبل ما ابدا عايزك تتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده بالنسبة لي فيديو تاريخي جدا. النهاردة بيتم إزالة اليافطة اللي كانت خانقة كل الرياضة المصرية. النهاردة يوم مميز لدى جماهير نادي الزمالك. كل العته اللي بيحصل وكل المشاكل اللي انت ممكن تشوف في حياتك النهارده مشكلة كبيرة تنحل في نادي الزمالك. ان الراجل ده يخرج بره الصورة فدي حاجة لو انا اقول لك ايه، لو اكتر واحد متفائل بيشجع نادي الزمالك مش هيشوف ان ده كان ممكن يحصل كده. النهارده ازاله اليافطه ديت بتمسح حاجات كتير، حاجات من الظلم، حاجات من العشوائيه، حاجات من السب والقذف للناس كان ليها احترامها وناس ملهاش احترامها. بس المفروض وفي الاول وفي الاخر ان انت تحترم الشخص اللي قدامك. فان الراجل ده اللي ما كانش بيحترم اي حد سواء في الرياضه المصريه او غير الرياضه المصريه النهارده بينشال اخر حاجه للراجل ده في نادي الزمالك، اخر حاجه تفكرنا بالراجل ده. وانا قلت لك قبل كده ولو تتفرج على فيديوهات ومتابعنا قبل كده ان انا قلت لك ان هيجي يوم ونخلص من السرطان اللي موجود في نادي الزمالك، والنهارده يوم بدايه ان احنا نخلص من السرطان ده. فاضل حاجه واحده زي ما قلت لك، الانتخابات اللي جايب لنا رئيس شرعي تاني محترم. قبل ما اخش لك بقى في اخبار الدوري المصري واخبار النادي الاهلي عايز اخش لك في حته كده بتاعت اخبار نادي الزمالك. الناس المسؤولين في النادي اصحوا فوق يا جماعه. الدكتور عماد البناني انت حضرتك نايم ما تعرفش ان انت عندك مشكله هتقابلك كمان 48 ساعه فسخ التعاقد مع محترفين الزمالك. هتقول لي في ايه؟ هقول لك بص يا سيدي، محترفين نادي الزمالك الناس دي عملت انذار في اتحاد الكوره. الانذار ده في ناس قربت خلاص انها تفسخ تعاقدها مع نادي الزمالك وناس لسه قدامها شويه، من ضمنهم مين؟ الموهبه سامسون اكينيولا. سامسون اكينيولا باقي له 48 ساعه ويحق له رسميا فسخ تعاقده مع نادي الزمالك عشان الراجل ما بيخش مستحقات. دلوقتي انت كان عندك فرصه ذهبيه انك تفسخ التعاقد مع سامسون وحذرتك قبل كده من النقطه دي، وفي الاخر الناس نايبه عشان الناس اللي موجوده اللي من ضمنهم الدكتور عماد البناني راجل مش مهتم بامور نادي الزمالك. فهيهتم ليه؟ ان عنده فسخ التعاقد مع لعيبه المفروض الناس دي هتاخد عقدها بالكامل. ركزوا في الكلام يا جماعه، ابوس ايديكم الناس اللي بتستحل انها تقبض مرتب وهي ما بتشتغلش بيه. ولسه باقي المحترفين ابراهيم مضاي 9 ايام، سيف الدين الجزيري حوالي 10 ايام، المسلوسي 11 يوم، ويتم الجماعه دول يفسخوا تعاقدهم مع الزمالك ويمشوا وياخدوا عقدهم بالكامل. هي ناقصه يا جماعه افهموا دي. ونادي الزمالك بعقلانيه شويه، الناس دي بتستحل مرتباتها ازاي؟ المفروض الناس دي تحل المشاكل من قبل لسه، يعني لما يقول لك مشكله المفروض تحلها النهارده، مش تستنى قبل فسخ القيد او فسخ التعاقد وتحل المشكله. انت ممكن ما تقدرش تعمل كده. عرفت ليه انا مستعجل وبكلمك كتير عن انتخابات نادي الزمالك؟ المفروض بقى الرئيس اللي يجي هو اللي هيحل كل المشاكل دي. لو ما حلهاش الناس كلها هتطلع تنتقد وبشده. تعالى بقى اخدك في حته دي هتزعلك اكتر كمشجع زملكاوي. النهارده موقع كل الكوره بيقول لك ان كان في حوار مع سوريو مدرب نادي الزمالك وصحيفه ماركا الاسبانيه. الراجل طلع يتكلم في كلام اقسم بالله يشيب له شعر راس، يعني شعر راسك يشيب. ليه بقى يا سيدي؟ الراجل بيقول لك ان الناس في نادي الزمالك او اللعيبه في نادي الزمالك بيسهروا كتير، تمام، وبيشربوا شيشه. تخيل، ونص البيان هسيبه لك واكتر من موقع اتكلم على الموضوع ده، وانا مش بجيب كلام من عندي، انا هوريك نص اللي ايه صحيفه موقع منزلاه. بص على موقع كل الكوره وعلى موقع القاهره 24. يعني الكلام ده حتى لو بيحصل انا مش عارف هو سوري طلع ليه، دي حاجه ساقطه فيه، لكن الناس الموجوده بيديك نادي الزمالك. شفت بقى موضوع كل اللفه دي كلها عشان اعرفك ان المفروض من فتره بعيده كان الراجل ده يمشي من زمان ويجي راجل رئيس منتخب. النهارده لا عندك 50 مشكله، واللعيبه دي لعيبه لا يعتمد عليها، ولاعيبه اقسم بالله غلطان ويستاهل. الله انا مش عايز ازعل عليه والله، اللي دخله نادي الزمالك ظلم نفسه وظلم النادي معاهم. اللعيبه دي انت تبص لنفسك لو كلام اسيوي ده طلع صح انت فرحان بنفسك كده، انت مبسوط يعني انت راجل ما بتأديش في الملعب راح تعمل كده برضه؟ يعني انت تشرب شيشه ومستواك زفت في الملعب يا جدع؟ طب ركز في حاجه من الحاجتين،
يعني خليك حاجه من حاجتين، حاجه كويسه، تشرب شيشه تبقى كويس، يا تلعب كويس، مش الاثنين زفت فيهم. الخبر الاخير معايا من داخل جدران النادي الاهلي، الاهلي هيرفع دعوه قضائيه، ده الكلام اللي داير جوه النادي الاهلي لمحمد فوق، ضد الكابتن محمد فوق، عشان الاخبار اللي حصل بسبب مشاهده الشناوي وامام عاشور، واكتر من واحد اتكلم واكد صحه الخبر. وسيف زاهر حتى النهارده بيتكلم ان حصل مشكله في النادي الاهلي بسبب اللي سرب الخبر، يعني الخبر كان صحيح، ده على كلامهم هم مش كلام انا. يعني الاهلي عنده مشكله بسبب ان حصل مشكله زي ما بقول لك مع امام والشناوي. انا قلت لك قبل كده هل الكلام ده صح هل الكلام ده غلط، بس الكلام ده لو صح هيبقى بدايه مشكله ودق اول مسمار في نعش امام عاشور. لكن الكلام ده لو غلط دي حاجه متعوده، لان دي صفقه لسه منتقله من الزمالك او من الاهلي او من الاهلي للزمالك، لكن هتسمع كلام كتير في الموضوع دي، لكن هنعرف الحقيقه لما يحصل عقوبه على اللاعب. الاهلي هيبدا مشواره في الدوري بكره مع نادي المصري البورسعيدي في مباراه صعبه على الفرقتين. الاهلي بيجهز اسلحته الصفقات الجديده، رضا سليم وامام عاشور، وهيبدا اول مباراه. الماتش هيكون صعب على الفرقتين، الاهلي بيعتمد على الصفقات الجديده انها تصنع الفرق. المصري برضه عامل صفقات كويسه، وبالمناسبه النهارده اتلعبت اول مباراه في الدوري بنادي طلائع الجيش ونادي البنك الاهلي، قدر نادي طلائع الجيش ينتصر على البنك الاهلي. دي كانت ملخص اخبار حلقتنا، وانا عارف ان انا بقصر معاك في الفيديوهات وبنزلك الفيديوهات في وقت متاخر، بس لو عجبتك الحلقه واول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الأنزل دعوه الزملكاويه، سلام.